أقول لك، أبى أكون صريح معك. تفضل، أنا مقصر في الصلاة. كيف يعني؟ أصلي بس مو دايم، أحيانا أفوت، أحيانا أأجل. ليه؟ والله انشغال، شغل، حياة. 5 دقائق، مو بس كذا أكون مرهق. وتتصفح الجوال؟ أيوة. كم تجلس؟ ساعة، ساعات. والتعب ما يمنعك؟ خلينا نكون واضحين، المشكلة مو وقت. إيش؟ المشكلة ترتيب. طيب أحيانا أنسى. تنسى الأكل؟ لا. تنسى مواعيدك المهمة؟ نادر، لأنك تعطيها قيمة. يعني أنا ما أعطي الصلاة قيمة؟ اسأل نفسك. طيب أحيانا أكون مو على وضوء وأكسل أقوم. كم دقيقة وضوء؟ 2 دقيقة. وكم دقيقة تضيع بعدها؟ كثير. إذا مو وضوء، كسل. طيب أحيانا أصلي وما عندي خشوع، أكون سرحان. وتصلي؟ أيوة، بس ما أحس بشيء. طيب تتركها علشان كذا؟ أحيانا. الغريب إنك تبغى الخشوع قبل الصلاة. المفروض الخشوع يجي من الصلاة مو قبلها. يعني أصلي حتى لو مو مركز. أيوة، مع الوقت قلبك يلحق وتعيش الصلاة. طيب أحيانا أقول لما ألتزم أكثر أبدأ. يعني تنتظر تصير أفضل عشان تصلي؟ أيوة، الصلاة هي اللي تخليك أفضل. طيب يا أخي، سؤال صريح، ليه أحسها ثقيلة؟ لأنها انقطعت. كيف؟ أي شيء تتركه فترة يرجع ثقيل. يعني لو التزمت تخف، تصير راحة مو عبء. طيب كيف التزم فعليا؟ مو كلام بس، خطوات بسيطة. قول: أولا لا تفكر كثير، إذا جاء الوقت قوم على طول بدون تردد. التردد هو اللي يكسل. ثانيا اربطها بشيء، مثلا بعد الأذان مباشرة. طيب لو نسيت، حط تنبيه عادي. ثالثا لا تقول بصلي بعد شوي. ليه؟ بعد شوي غالبا ما تجي، والشيطان حريص زي ما انت عارف. رابعا صلي حتى لو مالك نفس. هذه صعبة، أصعب منها إنك تتركها. طيب إيش فعلا بتفيدني الصلاة؟ تبغى الصدق؟ أيوة، تهدي، ترتبك من جوا، تخليك سعيد، ينشرح صدرك، يروح القلق والتوتر. كل ذا وأكثر، بس لازم تعيشها مو تسمع عنها. طيب ليه في ناس يصلوا بس متعبين؟ لأنهم يأدوها ما يعيشوها. فرق كبير. تدري، أنا دائما أقول بكرة ألتزم إن شاء الله. كم مرة قلتها؟ كثير. طيب ليه ما يكون اليوم؟ لا تخلي الصلاة آخر شيء في يومك، خليها هي الأساس اللي ترتب عليه يومك. طيب لو بدأت اليوم، تبدأ صح، ولو قصرت ترجع ولا توقف. مو المشكلة إنك قصرت، المشكلة إنك تماديت وانزلقت لخطوات الشيطان، وتنسى أو تتناسى أن الصلاة هي سر السعادة، وهي صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى.